تخيل معايا كتفيق مع 7 د الصباح، كتخدم النهار كامل وفي الثالث الشهر كتشوف غير 3000 درهم في الحساب. كتحس بالكرا، الماكله، الضوء، الماء، المواصلات، كتلقى راسك سالوك الفلوس بل ما يسالي الشهر. السؤال اللي كيتطرح، واش فعلا السميك في المغرب كافي نعيشو بكرامه ولا غير رقم ما كيواكبش الواقع؟ اليوم غادي نهضروا بصراحه وبالارقام على موضوع حساس كيهم ملايين المغاربه: الاجره في المغرب والسميك اللي كيقولوا عليه طايح. السميك هو الحد الادنى للاجر اللي خاص اي عامل يتخلص به، وكيبلغ تقريبا 3000 درهم في الشهر. ولكن الى جينا للواقع غادي نلقاو باللي هذا المبلغ ما بقاش كيغطي حتى الضروريات. اليوم المعيشه ولات غاليه، الكراب بوحدو يقدر ياخذ نص السميك، والماكله كتاكل الباقي، وزيد عليهم الضوء والماء والمواصلات. في الاخر الشخص كيلقى راسو خدام نهار كامل غير باش يبقى داير الروتين، بلا ادخار، بلا راحه، وبلا امل في المستقبل. المشكل ماشي غير في الاجره، ولكن حتى في ارتفاع الاسعار والتضخم اللي كيطلع كل عام. بينما الاجور كتزاد ببطء وما كتزادش اصلا في بعض القطاعات. كاين شباب بزاف خدامين بالسميك ولكن ما قادرينش يكريو بوحدهم، ولا يبدلوا حياتهم، ولا يديروا مشاريع صغيره، وكيحسوا بحال الخدمه ما بقاتش طريق للترقي الاجتماعي بل غير وسيله للبقاء. وزيد عليها مشكل اخر كبير: عدد كبير من العمال كيخدموا بلا عقد وبلا تصريح، يعني حتى السميك ما مضمونش، وهذا كيخلي وضعيه الشغل هشه وصعيبه بزاف. السؤال اللي خاصنا نطرحوه اليوم هو: واش السميك الحالي كيتماشى مع تكلفة المعيشة، ولا خاص مراجعة حقيقية للأجور باش العامل المغربي يعيش بكرامة ماشي غير يبقى صابر؟ في الأخير الموضوع ماشي غير أرقام، الموضوع كرامة العامل، استقرار الأسرة، ومستقبل الشباب في بلادنا. شنو رأيك انت؟ واش السميك كافي للعيش في المغرب، ولا خاصو يزيد ويتراجع النظام كامل ديال الأجور؟ إلا عجبك الفيديو وكان الموضوع مهم بالنسبة ليك ما تنساش دير لايك، حيت اللايك ديالك كيعطينا دعم كبير باش نكملوا نهضروا على مواضيع كتهم الشباب والمجتمع. وإلا كنتي جديد في القناة مرحبا بك، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وخلي لنا الرأي ديالك لتحت. واش السميك في المغرب كافي للعيش، ولا خاصو يتراجع ويتزاد؟ الدعم ديالك هو اللي كيشجعنا نكملوا